وسهلا بكل مشاهدينا على شاشة قناة هارموني ومتابعي برنامج نون النسوة وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج نون النسوة. أهلا مدام سوريا. أهلا حبيبي. أهلا يا بيرو. هاي حبيبي. لمسة جمال. ازيك؟ مشاهدينا، معانا أول فقرة في حلقتنا النهاردة هي فقرة كلام مهم. فقرة كلام مهم هي اللي بنناقش فيها زي ما تعودنا موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا النهاردة هو الإنترنت عمل إيه في حياتنا. الإنترنت بقى عامل زي القنبلة الموقوتة في كل بيت وفي كل مكتب وفي كل كافيه. ستات كتير اعتبروه ضرتهم، رجالة كتير اعتبروه مشكلتهم وسبب أو بعض من الأسباب في تعاستهم. هيناقش معانا الأزمة دي ونلاقي لها حلول ونعرف أسرار كتير عنها. معانا الدكتور جمال مختار. أهلا بيك. اهلا بيك. منورنا في برنامج نون النسوة وفي فقرة فقرة كلام مهم تحديدا، وإن شاء الله لقاءاتنا بيك تتكرر في حلقات قادمة إن شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. حضرتك كتبت كتاب اسمه كتبت كتاب. لا كتبت كتاب، مش كتبت كتاب زوجة، كتبت كتاب. الفيسبوك عدو أم صديق؟ حقيقة الفيسبوك عدو ام صديق؟ هل هو عدو ولا صديق؟ لا، هو بالوضع الحالي بتاع اللي احنا بنتعامل بيه في العالم العربي مش صديق، بس هو طبعا ممكن قوي يبقى صديق، وفي نفس الوقت احنا يعني مش عايزين نقول عليه عدو عشان ما نخوفش الناس قوي. احنا عايزين الناس تتعامل معاه بطريقة مفيدة جدا، تعمل يعني هدف الكتاب في النهاية عايزين نقول ان في امكانية استخدام امن الانترنت. الاستخدام الامن دوت لاي حاجه في الانترنت، مش بس للفيسبوك، للماي سبيس، لليوتيوب، للماسنجر، لاي حاجه من الابلكيشنز اللي موجوده في الانترنت. ليه الناس مخوفانا قوي من الفيسبوك تحديدا؟ هو ما كانش حد خايف من حاجه، هو اللي حصل ان يعني الناس تدافعت عن الموضوع. طبعا في حاجات كتيره قوي نجمت عن يعني جهل بالموضوع. بعض الحكومات فاقت لما حصل اضرابات ولما حصل مشاكل من الفيسبوك. في ناس مش فاهمه حاجه خالص، فابتدت تقول لك المنع هو الحل، والمنع طبعا ليس هو الحل. الترشيد هو الحل، والاستخدام الامن هو الحل، والتبصير هو الحل. يعني هو مش موضة؟ الفيسبوك مش موضة؟ طبعا موضه طبعا. يعني أنا بشوف شخصيا إنه كل يوم في ناس بتقعد تضيف ناس كتير، وممكن ناس تقبل إنه ناس يبقوا أصدقاء عندهم في الأكاونت بتاعهم هم ما يعرفوهمش. ده مش خطر؟ جدا. يعني هو كان دايما مشكله العالم العربي هي التعارف. انا عايز اتعرف على بنت، اتعرف عليها ازاي؟ بنعمل مهرجانات وافلام ونحاول نتعرف في الجامعه، في الافراح، في الاماكن العمل. وبعد ما بتتعرفي بتوصلي لمرحله معينه، ازاي اخد نمره تليفونها، وبعد ما تاخدي نمره تليفونها ازاي اخرج معاها. الحاجات دي كلها يعني تلاشت لما ظهر الفيسبوك، لان قبل كده كان في مواقع تعارف بفلوس، اللي هو يعني مواقع للزواج، مواقع للتعارف الجنسي، مواقع للتعارف يعني حسب الاهتمامات. وبعد كده كنت بتخشي تلاقي ان لازم تدفعي فلوس، ولازم، ومش عارفه الناس دي الحقيقيه، الناس اللي بتتعاملي معاهم دول حقيقيين ولا لا. فالفيسبوك حل كل المشاكل دي، لقيت انك سهل قوي انك تعرفي عليها، سهل قوي انك تتشاتي معاها، وبعد كده بيتطور الموضوع بسرعه جدا. فيعني كانت دي من الحاجات اللي لمست قوي مع العالم العربي. مع الغرب اتلمست حاجات تانية، اللي هو لا انا بستفيد ان انا بروج للاعمال بتاعتي، بستفيد ان انا بروج ان انا في شركات توظيف على الفيسبوك، في شركات بتعمل كاستنج للمودلز، في شركات، في ماركت بليس. احنا عمرنا في العالم العربي لحد دلوقتي ما بنستعمل ابلكيشن مهم قوي على الفيسبوك اسمها الماركت بليس. يعني عبير عندها الشغل بتاعها عايزه تبيعه، حد عايز يشتريه، بيبيع ويشتري بطريقه سهله، مش لازم الكريدت كارد، في كذا طريقه، في كذا طريقه امنه. ماركت بليس ده احنا ما تعاملناش بيه خالص في العالم العربي. احنا هجمنا على التعارف وعلى نقل الصور وعلى بقى الدعاوى التحريضيه والحاجات اللي ما كانش المفروض ان احنا يعني نقبل عليها بهذه الكثافه يعني. دكتور جمال، طبعا يعني حكايه الفيسبوك انه هو مهم اذا عرفنا كيف الاستخدام بتاعه الصح وكيف الاستخدام بتاعه المفيد. لكن حاليا يعني انا الملاحظه في اغلب الاسر انها بيبقى تشكي من حكايه الفيسبوك، بالذات في انه سن المراهقه، الاطفال اللي هم صغيرين يعني. ففي حكايه بتاعت ادمان لاطفالهم في حكايه الفيسبوك. وتاني حاجه حتى ان لو حاول تعمل كنترول على الاولاد، يعني حتى واحده كانت بتشكي لي انه بتلقى انه في نص الليل بنتها صحت وعلى اساس انها مشت الكمبيوتر، فبقت في حاله بتاعت ادمان ما قادره تسيطر عليها. فالحل للمشكله هو يعني افتكر حضرتك لما كنت صغيره كان دايما بتبصي لاهلك انهم موضه قديمه، دايما الاطفال بيبصوا لاهل انهم موضه قديمه. صح. هذا الموضوع عزز اكتر لما بقى في ثوره الكترونيه لم يستوعبه الاهالي،
فلقيتي ان دايما ان الام مش عارفه حاجه وبتقول لا ما تعمليش وانت مش عارفه. يعني البنت بتبص لامها هي مش فاهمه انا بتكلم على ايه. يعني انا يا دكتور ممكن اكون ام موضه قديمه؟ للاسف ان في ناس كتير جدا من الشابات اللي هم ما عدوش ال 30 ومخلفين ومتجوزين متخيلين ان هم مش موضه قديمه، ان هم ما عندهمش القدره على استيعاب المتغيرات. يعني القصه النهارده مش الفيسبوك، القصه النهارده لو الفيسبوك ده فهمنا كل حاجه، بكره طلعت حاجه تانية ما عندناش قدره ان احنا نستوعب الحاجه التانية، بقت عندنا مشكله. يعني قصد حضرتك يا دكتور يا استاذ جمال انه مفترض الام والاب يكونوا مواكبين للحاجه دي وعلى درايه كامله؟ كامله. انت قلتيها حاجه مهمه، لازم يكون درايه كامله، وبعد ما يكون عنده درايه كامله لازم يبقى عنده القدره ان هو يتناقش ويبصر للاولاد. الاولاد كده كده هيعملوا اللي هم بيعملوه، بس المشكله في الانترنت دلوقتي انها ابتدت تخش في مرحله الجريمه الالكترونيه. يعني احنا بنقول دلوقتي انت ولادك دول هم ايه؟ ولادك هم يعني زينة الحياة، بتصرفي عليهم، بتشغليهم، بتجيبي لهم احسن حاجة في الدنيا، لعب وهدوم ودروس خصوصية وغيره وغيره، في الصيف بتسفريهم، بعد كده بتجيبي لهم لابتوب لما يكبروا. المرحلة اللي بعد كده ان ممكن بعد اللابتوب يتحول ان الولد بعد ما صرفت عليه كل ده هيخش السجن، هيدخلك السجن بالجريمة الإلكترونية اللي هو بيعملها، لأن هو في حاجات كتير هو مش فاهم ان هو بيعمل جريمة. هاكرز مثلا بيخش على مواقع ياخد منهم داتا، يخش على بنوك ياخد من كل حساب $2 فرقم مش باين، في الاخر يبقى عنده حصيله. لو اتكشف هتلاقي ان ابنك اللي انت فلذات اكبادك اللي فرحانه بيه قوي بس ده. اكيد ده مش سهل برضه دكتور جمال، يعني اكيد في وسائل لامن الحاجات دي علشان الناس ما تقدرش الا ما كانش حد غلب. يعني لو كل واحد دخل عمل 2 3 مليون جنيه كل يوم مش حدش هيغلب. لا هو في، يعني هو كلامك صح، بس للاسف في حاجات يعني قويه جدا، في حاجات ان مش لازم تكوني عندك خبره جامده علشان توصلي لهذا الموضوع، وفي ناس تعلمك. يعني في مواقع في مواقع على اليوتيوب تقول لك ازاي تهاكي على حد، ازاي تخترقي حساب، ويوريها لك بالصوت والصوره، يوريكي تعملي ايه فبالتالي الطفل مش لازم يكون عنده يعني حصيله كبيره من الخبره المعلوماتيه والخبره الالكترونيه عشان يخش يعمل حاجه زي كده. بيخش يتعلم ومحدش علمه ان ده غلط ولا صح، زي ما مشكله الحلال والحرام، فالولد مش فاهم حاجه بيؤدي للمشاكل دي. البنت طبعا يعني الموضوع بالنسبه لها اولا الممنوع مرغوب، وطب ايش فاهم ماما؟ ايه اللي خلى ماما تفهم حاجه زي كده؟ ماما مش فاهمه حاجه، فحاضر اخدها على قد عقلها، ولما هي تنام هصحى وهعمل كده. لا بس ماما لو فاهمه هتعرف انها تعمل كنت لسه كنترول. هقول لك بس لو ماما فاهمه مش هتعمل هينفع كنترول نضحك على ماما. وهتعمل تجيب واحد مهندس يعمل فاير وول، وهتعمل يعني في اهالي مع ظابط الكمبيوتر بتاعه انه ما يشتغلش على الفيسبوك في اليوم اكتر من 20 دقيقه. فالولد بيشتغل وعداد تنازلي شغال، فعارف انه قدامه 20 دقيقه يعمل فيها اللي هو عايزه. دي في حاجه ترشيد للاستهلاك ده, يعني. ده نتيجه الوعي اللي احنا دايما بنقول لازم يبقى عندنا وعي، وفي العالم العربي الوعي فعلا لازم يزيد قوي، لان فعلا في كوارث بتحصل. احنا عملنا ايه بكاميرا الموبايل؟ صورنا افلام مش بريئه ونشرناها على بعض. عملنا ايه بالبلوتوث؟ بعتنا فيروسات لبعض. بالظبط. طب عملنا ايه حاجه كويسه خدمنا بيها بعض؟ في شباب اتجمعوا مع بعض عملوا مثلا سوفت وير كسر الدنيا زي ما الهنود بيعملوا في الكمبيوتر. يعني لا احنا عملنا، ولا القائمين علينا يعني وجهونا او مولونا. يعني انت مثلا صاحب الفيسبوك ده ولد عنده لما كان عنده 19 سنه عمل السوفت وير وعمل البرنامج، في واحد امن بيه حس ان في هيطلع من وراه حاجه، راح مموله بنص مليون دولار. أين العالم العربي ورجال الأعمال العرب والمستثمرين العرب إن هم يبصوا للشباب ممكن يعملوا حاجة؟ وعندنا مشاكل كتير قوي اجتماعية. عندنا مثلا اللي عمل سوفت وير بتاع إنك تشوفي ابنك في المدرسة عشان تبقى عارفة عمل إيه في الفصل. طب ده دي فكرة جميلة جدا ولا تفكر فيها إن الأهالي عايزين يطمنوا على أولادهم، فعملت سوفت وير فلقيت واحد يساعدني إن أنا أطور الموضوع دوت. فاحنا دايما بنفتقد ان حد يؤمن بالشباب او يشجعنا او يدعمنا، وبنفتقد فكره ان الاتحاد، يعني الشاب ده لو قعد مع شاب زميله هيتحدوا مع بعض يعملوا حاجه كويسه قوي. عندنا المنطق بتاع الانانيه او الام لما تشوف ابنها عايز يبقى متفرد، كل واحد عايز يبقى رئيس، فده عايز يبقى رئيس، ده عايز يبقى رئيس، ده عايز يبقى رئيس، فالتحول والمركب اللي ليها رئيسين بتغرق بالظبط.